إني ما طلبتها قط، ولكن الناس أعطونيها. فإن بايعتم ونزلتم على حكمي كففت عنكم لساني ويدي. أما إن عصيتم فاعلموا أن لي شيطانا يعتريني. آسف. ليش ما تروح تغسل ايدك؟ الغدا صار جاهز. يلا. عجبك؟ أقلكي والإمام علي ما كان عنده خطة؟ اي، الإمام كان عنده خطة أن يعرض أنصاره لاختبار حقيقة إخلاصهم. إنك أنت والله أمير المؤمنين لا غيرك. هلم يدك نبايعك، والله لا نعطي أحدا طاعة بعدك. وتفعلون؟ إن كنتم صادقين فاغدوا علي غدا محلقين. بايع لأبي بكر، كل قد بايع، إلا تفعل ليحكمن فيك السيف. إني مبايع أبا بكر. أبايع. في صبيحة اليوم التالي انتظر الإمام علي قدوم أصحابه. كان يعلم أن أغلبهم سيفشلون في الاختبار. ما جاء منهم إلا 4. مولاي، ما العمل؟ ارجعوا. نرجوك مهلا. أنتم لم تطيعوني في حلق الرأس، فكيف في قتال جبال الحديد؟ لا حاجة لي فيكم. كان النبي قد عهد إلى الإمام علي بمهمة عظيمة، أن يجمع القرآن كله مع تأويله الصحيح. وكانت السيدة فاطمة تتهيأ لاستقبال مولود جديد، وهي تواصل رعاية زوجها وأبنائها.
أطيعوني ما أطعت الله. إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت كذبت وأثمت. قد قال لنا النبي إن عليا أميركم وخليفتي فيكم، إن لم تحفظوا فيه وصيتي اضطرب عليكم أمر دينكم. اسكت! لست من أهل المشورة. على من نوليك أمرنا؟ وما عذرك في تقدمك على من هو أعلم منك وأقرب إلى النبي؟ ربك يا أبا بكر، لا تخونوا الله والرسول. إن أنت لا ضربت عنقك. إني لم أزل مذ قبض رسول الله مشغولا بما أمرني. هذا القرآن قد ألفته كله، ما منه آية إلا جمعتها على تنزيلها وتأويلها. هذا آخر ما أوصيت به. وذا عندنا مصحف، لا حاجة لما عندك. فها قد نبذتم الكتاب كما نبذتمونا عترة نبيكم.